يعمل عرضية بالمقاس عشان مصطفى زيكو يطلع زي الأسد في أول مباراة دولية ليه، يحرز أولى أهدافه الدولية مع منتخب مصر، يجرب كل اللعيبة. انت ازاي بتحكم عليه ان هو خلاص ده تشكيله منتخب مصر الاساسيه او النهائيه في كاس العالم؟ اتاكدت انه مسؤولين من نادي بيراميدز بيتفاوضوا بشكل قوي وقوي جدا لضم اللاعب احمد نبيل كوكا. التشكيله اللي انت شفتها قدامك النهارده دي اللي الناس بتتهموا فيها ان هو اهلاوي وان هو بيجامل الاهلي، وكابتن حسام مش محتاج ان هو يجامل عشان يكسب بونت فيدرب الاهلي، والتفكير المريض ونظريه المؤامره. ماتش مصر وتنزانيا الحقيقه ماتش يزعل وماتش يضايق وماتش يعصب. يعني هل مثلا هيلعب من غير محمد صلاح؟ هل مثلا هيثم حسن ما اثبتش وجوده النهارده؟ هل مثلا مصطفى زيكو ما اثبتش وجوده النهارده؟ نادي برشلونه هياخد حمزه عبد الكريم معاه في التحضير للموسم القادم للفريق الاول. ما بين مسؤولين بيراميدز وما بين اللاعب احمد نبيل كوكا انك انت تضعف او تنخ او ترجع في كلامك في نيه انه عمر مرموش هو اللي يكون مهاجم منتخب مصر في كاس العالم. مصطفى زيكو اللي احرز الهدف، وانا بقول لك اهو هيكون ليه دور اساسي ومهم في منتخب مصر في كاس العالم. طبعا انا قلبي معاه في لاعب واحد فقط من منتخب مصر من اصل 27 لاعب هو اللي هيخرج من القائمه، وانا متاكد ان دوت هيكون شيء صعب وقاسي جدا في استاد القاهره في حضور الجمهور المصري اللي بعض الحاقدين والشامتين كان نفسهم يقول لك ايه، شفتوا ازاي جماهير استاد القاهره خاويه. حاسس بيك والله العظيم، حاسس بيك يا حزين. الاول مليون مبروك لمنتخب مصر، ولا عزاء لكل الحاقدين واللي كان نفسهم يشمتوا واللي كان نفسهم يقول لك شفت حصل فينا ايه. الناس اللي كانوا يا عيني بيهروا، الناس اللي كان النهارده هدف مصطفى زيكو دخل في مرماهم، دخل في قلوبهم مش في مرمى روسيا. انا عن نفسي فرحان، وهم دلوقتي دماغهم بتطلع شياط مصريين، بس دماغهم بتطلع شياط ان منتخب مصر كسب البروفا الاخيره. ومحدش يقول لي الاداء ومش الاداء. مبدئيا كده ايه رايك في اداء منتخب مصر ضد السعوديه؟ رائع صح؟ وكسبنا برباعيه وكان الموضوع في منتهى الروعه. اداء مصر في اسبانيا، كسبنا السعوديه في قلب السعوديه. اتعادلنا مع اسبانيا اللي هي حاصله على كاس العالم قبل كده والمركز الاول في التصنيف العالمي، اتعادلنا معاها 0-0 على ارضها ووسط جمهورها. منتخب مصر في استاد القاهره في حضور الجمهور المصري اللي بعض الحاقدين والشامتين كان نفسهم يقول لك ايه، شفتوا ازاي جماهير استاد القاهره خاويه. وكانت احتفاليه كبيره جدا ومنتخب مصر قدر ان هو يكسب بهدف. البروفا الاخيره دي اوعى تستنى منها اداء او اوعى تستنى منها ان انت بتعمل بقى معرفش ايه. عارف الاداء هتشوفه امتى؟ في ماتش البرازيل. ماتش البرازيل ده يا باشا هو خلاص بقى، عارف انت بيسموها البروفا الجنرال. البروفا الجنرال دي هي اللي بتكون بالظبط كده نفس اللي انت هتعمله في كاس العالم، نفس الطريقه ونفس الاسلوب اللي انت هتلعب بيه في كاس العالم. اما فكره انك انت تستنى اداء من منتخب مصر في مباراه زي دي صعبه جدا. انت واحد دلوقتي بتحضر، انت واحد دلوقتي بتجهز نفسك، بتجرب كل اللعيبه. النهارده كل اللاعبين شاركوا بلا استثناء، كل لاعبي منتخب مصر شاركوا باستثناء محمد صلاح طبعا اللي كان مستبعد من القايمه، وباستثناء كمان اللاعب حمدي فتحي اللي كان موقوف عشان تراكم البطاقات الصفراء. لكن غير كده كل اللعيبه شاركوا. حمزه عبد الكريم شارك، نبيل عماد دونجا شارك في المباراه، مصطفى زيكو اللي احرز الهدف، وانا بقول لك اهو هيكون ليه دور اساسي ومهم في منتخب مصر في كاس العالم. ويعني ربنا يعني اقول لك ايه، منه لله اللعيب ده يا جماعه كان جاي النادي الاهلي، منه لله اللي ما اهتمش بمصطفى زيكو لما كان الاهلي خلاص قاب قوسين او ادنى من ان هو يخلص فيه، لحد ما بيراميدز خطفوا ولقطوا كده وخدوا. طبعا مصطفى زيكو النهارده احرز هدف عالمي، احرز هدف رائع جدا. الجبهه اليمنى هيثم حسن يباصي كوره ويمرر كوره لمحمد هاني، محمد هاني وعلى غير العاده، ويا رب يا رب يغير عادته ويظبط في العرضيات، بيعمل عرضيه بالمقاس عشان مصطفى زيكو يطلع زي الاسد في اول مباراه دوليه ليه، يحرز اولى اهدافه الدوليه مع منتخب مصر ويتقدم لمنتخب مصر بهدف. انا يعني بالنسبه لي معنوي، بالنسبه لي دوت هدف معنوي. الفوز النهارده على روسيا ده فوز معنوي، انت كده بتزود معنوياتك وبتزود في التصنيف بتاعك.
ده شيء محفز جدا جدا لكل لعيبتك. البدايه ما كانتش جيده، البدايه ما كانتش احسن حاجه. التشكيل اللي بدا بيه النهارده حسام حسن، اللقاء خلينا نتكلم عنه سريعا. مصطفى شوبير في حراسه المرمى، محمد هاني، ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، كريم حافظ، رباعي خط الظهر، مهند لاشين، مروان عطيه في نص الملعب، احمد السيد زيزو، امام عاشور، تريزيجيه، وقدامهم عمر مرموش. طبعا لما تيجي تبص على التشكيله دي كده هتبدا تلاحظ اكتر من حاجه. اول حاجه، في نيه انه عمر مرموش هو اللي يكون مهاجم منتخب مصر في كاس العالم، يعني مش اقطاي عبد الله ومش حمزه عبد الكريم. بالمناسبه حتى وقتنا هذا لم يتحدد اللاعب اللي هيخرج من القايمه. طبعا انا قلبي معاه، في لاعب واحد فقط من منتخب مصر من اصل 27 لاعب هو اللي هيخرج من القايمه، وانا متاكد ان دوت هيكون شيء صعب وقاسي جدا، لانه بعد ما دخل في الاجواء وخلاص وبتاع وطلع التاشيره وظبط كل اموره، فجاه هيتقال له معلش بقى يلا مع السلامه. انا عارف كويس قوي ان دي حاجه زي كده هتوجع، لكن ربنا معاه. لكن ما توقعش وما اتمناش انه يكون حد من حمزه عبد الكريم او اقطاع عبد الله. ممكن يكون الحارس الرابع مثلا، لان زي ما قلت لك مش هيكون ليه دور في كاس العالم، وكده كده لو حصل لا قدر الله اصابه لاي حارس من الثلاثه، سواء مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد الشناوي، تقدر في اي وقت. والفيفا انا قلت قبل كده قانونا بيديك الحق انك انت تستدعي اي حارس فورا، ايا كان انت بتلعب فين، سواء بتلعب في الدور الاول في الدور الثاني في اي وقت في البطوله، من حقك لو حصل اصابه او حصل اي شيء لحارس المرمى انك انت تجيب حارس بديل ليه فورا. كابتن حسام حسن، عشان بس الكلام يكون واضح للجميع، التشكيله اللي انت شفتها قدامك النهارده دي اللي الناس بتتهموا فيها ان هو اهلاوي وان هو بيجامل الاهلي، وكابتن حسام عارف كويس قوي ان بعد ما مهمته تخلص مع منتخب مصر، الله اعلم هتخلص امتى، وربنا يوفقه فيها وان شاء الله يحقق مكاسب ويحقق ويعمل جيل زي اللي عمله كده كابتن حسن شحاته واجمل كمان. كلنا في الاول وفي الاخر ما نتمناش غير ان منتخب بلدنا يكون في اعلى حته في الدنيا كلها، لكن هو عارف كويس قوي ان وجوده اصلا داخل النادي الاهلي صعب. اي نعم طرح اسم كابتن حسام حسن في النادي الاهلي الفتره الاخيره، لكنه مجرد طرح، لم يكن حتى هناك اي فاهم يعني بادره انه مثلا حد يتكلم مع كابتن حسام او حد خالص، مجرد طرح فقط لا غير، فكره انه كابتن حسام حسن يكون مع النادي الاهلي الفتره القادمه فقط لا غير. فهو عارف ان الموضوع صعب. كابتن حسام مش محتاج ان هو يجامل عشان يكسب بونت فيدرب الاهلي، والتفكير المريض ونظريه المؤامره اللي للاسف بتخش في كل شيء في الكره المصريه، وعند فئه معينه من الجماهير هم اللي دايما بيتبنوا هذه النظرية ان كل شيء بيحدث حولهم ما هو الا مؤامرة كونية. بدأ بتشكيلة معظم لاعبتها فعلا من النادي الاهلي، 7 لعيبة من الاهلي، 2 من بيراميدز اللي هم مصطفى زيكو واللاعب كريم حافظ، و2 محترفين اللي هم محمد عبد المنعم وعمر مرموش. لكن بعد كده ايه اللي حصل؟ في الدقيقة 34 خرج ثلاثي النادي الاهلي، خرج امام عاشور وتريزيجيه وزيزو، ونزل مكانهم مصطفى زيكو وهيثم حسن وابراهيم عادل. وبعد كده خرج عبد المنعم وشوبير ونزل ربيعه ومحمد الشناوي. وبعد كده عمل اكتر من تغيير، من ضمنهم ان هو نزل حمزه عبد الكريم وغيره وغيره، بيجرب كل اللعيبه. انت ازاي بتحكم عليه ان هو خلاص ده تشكيله منتخب مصر الاساسيه او النهائيه في كاس العالم؟ يعني هل مثلا هيلعب من غير محمد صلاح؟ هل مثلا هيثم حسن ما اثبتش وجوده النهارده؟ هل مثلا مصطفى زيكو ما اثبتش وجوده النهارده؟ اثبت وجوده. يعني مين قال لك ان التشكيله اللي بدأ بيها النهارده دي هي اللي هتكون موجوده في كاس العالم؟ يعني بالمنطق وبالعقل، هو النهارده لعب تقريبا بكل اللاعبين، ولحقه ان هو يجمع كل اللاعبين عشان يشوف ويطمن على الجميع، وكمان يجرب الكل قبل ما يختار. خلاص القائمه النهائيه تم الاتفاق نهائيا على شراء حمزه عبد الكريم، شراء نهائي، وتفعيل بند الشراء بتاع برشلونه لحمزه عبد الكريم اللي كان النهارده منور ومتواجد مع منتخب مصر في هذه المباراه. حمزه عبد الكريم لاعب كبير، لاعب موهوب، ومجهزينه. على فكره خد بالك لحاجه مهمه جدا، اكبر الصحف في اسبانيا بتقول لك انه نادي برشلونه هياخد حمزه عبد الكريم معاه في التحضير للموسم القادم للفريق الاول، مش فريق الرديف، مش برشلونه اتلتيك، لا للفريق الاول. يعني حمزه عبد الكريم هيحضر فتره الاعداد كامله مع الفريق الاول، وبعد كده هيرجع بقى يلعب مع الفريق الرديف اللي هو برشلونه اتلتيك. بس الخطوه
انه حمزه عبد الكريم يتم اختياره انه يكون موجود مع الفريق الاول لنادي برشلونه، اكيد ده شيء مهم ومهم جدا واثر كبير جدا في نفسيته، ان هو هيبقى حاسس انه قريب جدا من المشاركه مع الفريق الاول. مش عايزين نستعجل ابدا. بدا بفريق الشباب ثم انتقل لفريق الرديف اللي هو برشلونه اثليتيك، ان شاء الله ممكن موسم ولا حاجه او اقل كمان وتلاقي حمزه عبد الكريم منور مع فريق برشلونه الاول. ماتش مصر وتنزانيا الحقيقه ماتش يزعل وماتش يضايق وماتش يعصب. ليه؟ لانه منتخب مصر كان بيؤدي بشكل جيد جدا، ولكن تنزانيا الحقيقه فاجئني وفاجئ الجميع، فاجئ الدنيا كلها. اولا منتخب تنزانيا واخد افضل هجوم في البطوله، دي اول حاجه، واحرز 10 اهداف على مستوى البطوله، افضل هجوم من كل المنتخبات المشاركه، حتى افضل من منتخب المغرب اللي هو اصلا صاحب الارض والجمهور. تاني حاجه قدر ان هو يخرج المنتخب الجزائري القوي جدا بضربات الجزاء. النهارده نفس السيناريو بتاع ماتش الجزائر وتنزانيا بيتكرر في نصف النهائي ما بين مصر وتنزانيا. المباراة بتستمر لحد الدقيقة الأخيرة 0-0 ما بين مصر وما بين تنزانيا. كان ليهم هجمات خطيرة واحنا كمان كان لينا فرص خطيرة، لكن محدش من الفرقتين قدر ان هو يترجم هذه الفرص لأهداف، وبالتالي انتهت المباراة 0-0، مفيش أوقات إضافية، هوب العب ضربة جزاء، تنتهي المباراة بفوز تنزانيا 4-3 على المنتخب المصري. ولكن انا اتفرجت على المباراه على فكره، تمام؟ يعني قبل ماتش مصر وروسيا اتفرجت على ماتش مصر وتنزانيا. لا، منتخب مصر مبشر ومبشر جدا جدا، بغض النظر بقى عن الكلام اللي بيتقال عن منتخب تنزانيا او مثلا في تسنين وسن وما اعرفش ايه واللعيبه اكبر من سن، كل الكلام ده ما يخصنيش في حاجه خالص خالص. مبروك عليهم التأهل للنهائي. انا حتى ما اعرفش والله المغرب عامل ايه مع السنغال دلوقتي، ما اهتمتش انا عشان كنت بتفرج على منتخب مصر وروسيا. ولكن اللي انا عايز اقوله ان الجيل ده يا جماعه جيل مميز جدا. امير ابو العز وزياد سعودي وخالد مختار، وفي اسماء كتيره جدا 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 مميزه في هذا المنتخب، لازم ندعمهم. عندهم كاس عالم في قطر مهم جدا دعم هذا المنتخب، وان شاء الله يحققوا حاجه كبيره جدا. صدقني انا مش متضايق ان مصر خرجت، لكن مش زعلان من الاداء لان اللعيبه عملت اللي عليها والزياده. حسين الشحات واحمد نبيل كوكا. امبارح قلت لك انه الاهلي قرر انه مفيش اي قعدات مع الثنائي تاني، وان الموضوع خلاص، والعرض نهائي لحسين الشحات والعرض كمان نهائي لاحمد نبيل كوكا، والقصه انتهت. النهارده اتاكدت انه مسؤولين من نادي بيراميدز بيتفاوضوا بشكل قوي جدا لضم اللاعب احمد نبيل كوكا. موقف اللاعب ايه؟ موقف اللاعب لحد دلوقتي حتى وقتنا هذا مبهم. انا عندي كلمه صغيره جدا عايز اقولها لمسؤولي النادي الاهلي: اوعى تاني، اوعى بعد التفاوض اللي حصل دوت وانا متاكد منه ما بين مسؤولين بيراميدز وما بين اللاعب احمد نبيل كوكا، انك انت تضعف او تنخ او ترجع في كلامك اللي انا لسه قايله امبارح وتقول خلاص هنعمل جلسه تانية ونشوف طلبات اللاعب. اوعى اوعى خالص. بيراميدز عايز ياخده يشتريه، مع السلامه، يروح مع 1000 مليون سلامه، مفيش مشكله. ليه بقى؟ لو انت عملت كده وضعفت لما لقيت انه بيراميدز دخل في تفاوض، خلاص بقت بالنسبه لهم سهله كلاعيبه. اي لاعب عايز مبلغ معين من النادي الاهلي، يلا يا وكيل حرك لي الناس في بيراميدز، انا عايز مبلغ تفاوض، الاهلي هيتحرك خلاص، هيعمل اللي انا عايزه، هيديني الرقم اللي انا عايزه، شكرا، خلصت. يبقى انت كده فتحت على نفسك فتوحه، خلاص اثبت على موقفك. بغض النظر بقى بيراميدز او مش بيراميدز، انت بلغت احمد نبيل كوكا وحسين الشحات انه والله العرض اللي انا قدمته ده العرض الاخير ومفيش غيره، ومش هعمل اي قعده تانية، وانتوا الكره في ملعبكم وفكر ورد عليا، خلصت. اوعى ترجع في كلامك تاني. هتقول لي بس بيراميدز وهيعلم علينا. يا عم يعلم، يا عم يعلم عادي جدا. يعني هيكون اعز من اللي مشيوا؟ هيكون اعز من رمضان صبحي مثلا؟